ايه رايك بقى تيجي نخش في الحته اللي هنسمع عليها كلام مش لطيف نبتدي نتكلم فيها. ايه رايك في العربيات الصيني بوضعها الحالي في السوق؟ ليها حصة كبيرة من السوق، بس أنا من الناس اللي لو حد اداني عربية صيني ببلاش أركبها مش هاخدها للدرجه دي؟ للدرجة دي. حتى لو انت هتاخد عربيه بمواصفات اعلى واوبشنز اكتر عن اللي معاك دلوقتي. ما هي الفكرة في الكواليتي والإفكتفنس بتاعة الكواليتي أو بتاعة الأوبشن يعني. لأن هو كل العربيات فيها اي بي اس مثلا، يعني خلينا بقى نشيل الموضوع فيها اي بي اس ولا ما فيهاش. لا، احنا هنتكلم على كل العربيات اللي فيها اي بي اس. جرب تركب الاي بي اس بتاع الالماني والاي بي اس بتاع الكوري والاي بي اس بتاع الامريكي والاي بي اس بتاع الصيني. مش كلهم زي بعض. كل واحده فيهم سرعه استجابتها مختلفه، تصرفها مختلف، نسبه عطله وعدم شغله في موقف معين مختلفه. هو الحكم في الحاجات دي مش هيجي غير من، موقف. لا وحد جرب. مم. يعني هو دي المشكله، الناس مش عايز تستوعبها. لما باجي اتكلم على العربيه اقول العربيه وحشه، انا جربت. لا غير ان انا جربت. مم. انت بتقول ان العربيه دي حلوه، مم. خلاص. بيزد على ايه؟ يعني انت بنيت رايك بناء على انت مثلا كنت راكب فيرنا واشتريت عربيه سين من العربيات الصيني، فانت منبهر وطبيعي تنبهر بالظبط كده. لانه شكل وكماليات وحجم كل حاجه. انا موافقك جدا، بس انت حكمت ان العربيه دي ممتازه مم. بناء على تجربتك اللي قبلها اللي هي سيئه جدا. بالظبط كده. هل بقى انت ركبت عربيه من العربيات؟ خلينا نخرج بره الالماني خالص عشان ما يقولوش ان احنا متحيزين، مم. عشان هم بيقولوا ان انا متحيز للالماني وانت راجل شغال في الالماني فاحنا جايين نعمل دعايه للالماني. هنخرج بره الالماني خالص. مم. هل انت جربت ياباني؟ هل والياباني، انا واحد من الناس، وده برضو جايب لي كلام كتير، انا مش معترف مثلا بعربيه زي تويوتا كرولا. يعني عربيه هتعيش معاك العمر كله، موافق موتور. تماما. هي عربية موتور. اه. بس مش اكتر. بس هل هي ينطبق عليها المواصفات اللي احنا قلنا عليها دي؟ لا. لا لا. اه، هي عربيه قطع غيارها ماشي موجوده، الناس مم. بتشتريها عشان اعاده البيع، ومش رخيص على فكرة. عشان مش رخيصه. مم. لكن فيها كوارث واصحابها لحد النهارده مش معترفين بكوارثها، بس ما ولا. علينا. مم. خلينا نقول، هل انت مثلا جربت هوندا؟ هل جربت في الامريكي بقى؟ ابعد عن الشيفروليه بتاعنا ده اللي هو اصلا صيني، محطوط بالظبط. عليه العلامه. وانا حتى الشركه وقعت من نظري بعد ما مم. ابتدوا يعملوا كده. فكره انت بتلط علامتك على اي عربيه صيني وتقول دي شيفروليه. جربت فورد اللي هي مظلومه جدا مثلا في مصر. مم. جربت عربيات من العربيات دي اللي هي الناس بتركبها بره. مم. يعني العربيات اللي بتتباع في اوروبا كويس، اللي بتتباع في امريكا كويس. لا، انا كنت راكب 128 وربنا كرمني وجبت جي تور. مم. مبروك. بس مم. انت بقى حكمت ان جي تور ممتازه من غير تجربه. فالفكره في الموضوع، اركب عربيه واثنين وثلاثه وبعد كده اقول العربيه دي كويسه، او ان انت تقول العربيه دي والله كويسه بالنسبه لي، بالنسبه لتجربتي انا. ما هي الناس بتشيل كلمة بالنسبة لي. هي العربية دي كويسة ليه؟ برضو عشان سوقها ما يقعش. هو خد بالك. انا اللي للأسف. هقع. للأسف يعني هي صعب مش هقع، بس انا اللي هقع. المصريين بيدوروا على ان هو كل اللي راكب عربية هي دي احسن عربية في العالم. لو باعها وركب عربية تانية هتبقى الجديدة هي احسن عربية في العالم، واللي سابها بقت وحشة. توجه بشري غير، يعني او فكر مش ظريف. لانه بيفكر في الاعاده او القيمه السوقيه في اعاده بيع، او نفسيا ان هو راكب عربيه كويسه، مش انا واحد راكب عربيه وحشه او متواضعه، مش هنقول وحشه وحلوه. هي على قد امكانيات. امكانياتها وامكانياته. ما دي برضو حاجة، يعني برضو عشان ما نظلمش الناس، انا ممكن ابقى، ودي الناس دي بحترمها جدا، اللي هو بيخش بيعترف بمشاكل عربيته بس دي امكانياتي. انت راجل كده انت يعني عداك تمام. العيب. اه طبعا طبعا، انا مش انا مقدرتي كده. مم. تمام، مفيش مشكله. لكن ما تجيش تقول لي بقى اصل العربيه الصيني اللي مش عارف ايه فيها تراكشن وادابتيف ولين كيب ويقعد بيعرف يقرا الكتالوج كويس، حلو جميل، وبنرص شويه اوبشنز تملى صفحتين. هل هي فعاله؟ مم. النهارده العربيات اللي فيها اوتو بريك، مم. لما بتيجي حد يقطع الطريق، الاختبارات الناس بتعملها بتشيل اللي بيعدي.
انت شفت اختبارات ميكي ماوس اللي انا كنت شفت بعملها؟ اختبارات ميكي ماوس. يعني عارف اللي هو انا شفتهم من قبل ما انت تعمل الفيديو، يعني من قبل ما انت تنزله انا شفتهم. فانت انا من الناس اللي متابعه لليورو ان كاب والاختبارات دي على صفحات او على قنوات اليوتيوب. فانا اوريدي شغفي وحبي للعربيات اصلا مخليني متابع اول باول، ومخليني براجع ايه الجديد، وبفهم مين افكتيف، مين عمل نظام بنتيجه، ومين خدوا كوبي بيست من الشركه اللي جنبه وفشل. مم. فلا الصينيين اكتر ناس خدت كوبي من اللي جنبها. هو ما بيعملش غير كده، يعني هو بيحاول يشوف يشتري حصة في شركة عالمية، او بيحاول يشتري الشركة كلها لو قدر، بحيث انه ياخد الموظفين والتكنولوجي بتاعتها، بس ستيل ما بيعرفش يحقق ولا ينفذ الاصلي او المظبوط. بص، في تجربة عدت عليا أنا شخصيا، وهي تجربة بروتون. بروتون شركة حكومية إمكانياتها ما كانتش أحسن حاجة في الدنيا، وهم شافوا إن هم يعني معترفين بده، مش بينكروه. إحنا مش هينفع نعمل اللي عمله الصينيين وإن إحنا نبتدي فروم سكراتش، نبتدي من الصفر. فهو الناس ببساطة اشتروا مواتير من ميتسوبيشي، اشتروا فتايس ميتسوبيشي برضو، اشتروا شركة لوتس، خدوا منها أنظمة تعليق، وخدوا الحلو من هنا على الحلو من هنا، وابتدوا يعملوا عربيات. وأنا كنت مالك في يوم من الأيام الجين 2، وكنت شايف إن العربية دي أنا مش هنزل منها تاني إلا لما أركب ألماني، لأن هي كانت عربية ثباتها كويس، كانت محترمة وخاماتها محترمة. هي بس للاسف الشركه عشان شركه حكوميه فتفكيرها محدود، فما عندهاش نيه التطوير. ما بينزلوش موديلات كتير واشكال ويطوروا. هم عندهم حتى عيوب العربيات ثابته ما بتتغيرش، حتى بقى في الموديلات الجديده ما بتتغيرش. بس هم يعني هي تجربه ان انت تشتري التكنولوجيا من شركه تانية تاخدها زي ما هي دي، ده شيء يحترم، لان انت ما افتكستش. لكن ان انت جبت الموتور قعدت تفكك فيه وتصنعه بقى بالخامات اللي انت شايفها هتجيب لك ربحيه. يعني انا مثلا، يعني ما هو مش محل السؤال، بس يعني عشان ما نساوش، ايه فكره من وجهه نظرك ان العربيات الصيني كلها شغاله بنفس المواتير ال 1500 تربو، الا نسبه ضئيله جدا اللي بتكسر القاعده دي؟ ما هو ما عندوش، هو بيلعب على الكمالية، ما بيلعبش على الأداء. هو ما بيلعبش ولا في أداء ولا في ثبات ولا في ديزاين. هو كل لعبه أنا عندي سكرين 15 بوصة، وهحط لك تلفزيون في النص، وهعمل لك كاميرات 360. وهو بيلعب على الحتة دي، وهو عارف هو بيعمل ايه، والتسويق في مصر بيلعب على الحتة دي. لدرجة ان انا في يوم من الايام دخلت معرض من معارض العربيات، الصين. المعارض العامة، اللي المعارض اللي هي فيها كذا شركة بتنزل، تمام. مش مش معرض شركه معينه مش يعني. معرض شركة معينة يعني. فدخلت في البوث بتاع واحد من العارضين للعربيات الصيني، قلت للسيلز بتاعه ممكن تقنعني اشتري العربية دي. ودخلت على اعلى عربية عنده، اعلى عربية حرفيا، يعني ما عندوش. اكلمك في كماليات طبعا. قعد يكلمني كروز كنترول، لين كيب اسيست، اي اس بي، تراكشن، مش عارف ايه. طب ماشي اوكي، الكروز ادابتيف لا، اوتو بريك لا. طب مش عارف العربيه موتورها ايه، 1500 تربو طبعا. دخلت قعدت جوه، الكلام بالصيني، الليبلز بالصيني. طب انت اقنعني، يعني انا ايه اللي يخليني اخد دي وما اروحش اشتري عربيه الماني اقل منها؟ البرستيج. عشان دي فيها ال اي دي في كل حته، وامبيانت لايت، ومش عارف ايه، عشان واسمها زيرو. انا ركبت عربيه احلامي بالمبلغ اللي اقدر ادفعه، ده وجهه نظري، عشان بس ما يعني ما هي دي احكيش على راي المصيبه. حد. طب انت عندك كام اير باج؟ هم اربعه في هاي فعلى لاين، فئه. في اعلى فئه. انت بتهزر؟ مم. فلا، يعني عارف اللي هو انا قلت له قال لي لا، اقنعك بايه؟ هو انت عايزني اقنعك بصيني مقابل عربيه تانية؟ بلاش اقول الماني ولا كده، عربيه احنا لو ياباني جبنا، او كوري. لو جبنا تويوتا اللي احنا بنتكلم ان هي ما فيهاش غير موتور، احسن منها. مم. فطب ليه؟ فللاسف هم حتى مش عارفين يقنعك. انت مش هتعرف تقنعني بحاجه انت نفسك مش مقتنع بيها. انت بتسوق، انت بتبيع. طيب بص، سمعه الالماني سيئه خلاص عند بعض الناس بسبب حاجتين. الحاجه الاولانيه قطع غيار النار، سواء بقى قطع غيار استهلاكيه او قطع غيار مثلا اللي هي الحاجات اللي بتبقى في الحوادث زي الاكستون فانوس بقى، الحاجات دي اول نقطه.
اي حد في الدنيا يقول لك انا مقتنع جدا بالالماني بس قطع غيره نار، مم. مع انه انا متاكد مليون في الميه ان هو بيتكلم على مثلا الموديلات الحديثه قوي اللي هي فعلا قطع غير نار، لانه مم. حتى الفانوس الليد اللي موجود في العربيات الصيني غالي جدا. ده حقيقي. يعني انا كنت منزل في مره فانوس العربيه ثمنه حوالي 25,000 جنيه، مم. الفانوس الواحد مش ايوه الطقم يعني. اه. فانت لما تيجي تتكلم في فانوس، انا كنت عامل فيديو كامل عن فانوس الاودي والتكنولوجي اللي فيه، فيديو كامل حوالي 4-5 دقايق من كتر ما فيه تفاصيل في الموضوع دقيقه جدا. فهو مش هيدي لك كل ده ب 500 جنيه يعني، بالظبط. هو حقه. مم. وانت لما تشتري يبقى انت قادر تدفع. بس خلينا يعني نقول انه في العربيات الحديثه بالذات قطع غيارها غاليه جدا، لان العربيه اصلا توتال ثمنها غالي. بالظبط، فهي ملايين. العربيه مش هتبقى ب5 مليون والفانوس بتاعها ب 2000 جنيه ال مثلا. 5 مليون جم منين؟ اه بالظبط. الحاجه التانية بقى اللي هو اصل العربيات دي معقده، التكنولوجي فيها كتير جدا، التفاصيل محدش بيفهم فيها. انا بقى اللي عايز افهمه ليه بنهرب من تكنولوجي الالماني اللي احنا واثقين فيه ومفيش اختلاف عليه، وبنروح لتكنولوجي الصيني اللي احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم مش عارفين عنه حاجه. ايه اللي خليني، ما هو هنا تكنولوجي وتكنولوجي، هنا تعقيد وتعقيد، مم. بس ده بالنسبه لي سم وده عسل. ايه السبب؟ السعر هو العامل الرئيسي. السعر الصيني لو سعره مش رخيص مش هيتباع. طب احنا بنتكلم دلوقتي على عربيات معديه ل 2 و3 مليون، ما بقتش رخيصه. ما هو بيقارنها باللي قصادها. يعني لو جينا نتكلم في عربيات معديه 2 و3 مليون، ما هي بيقارنها باللي قصادها الماني او ياباني ب5 بقى مليون، فهي برضه ستيل رخيصه. فهو عايز الحجم وعايز الرفاهيه ومش فارق له بقى الباقي. فهي دي النقطه اللي هنرجع نقولها تاني. اركب عربيه امان وفئه عاليه مظبوطه الماني بموديل قديم، اتغاضى عن الموديل في حين ان انا احفظ نفسي، ولا ادور على الموديل الجديد والاوبشن في الصيني. هي دي نقطه الضعف اللي الناس مش واخده بالها ما منها. هو ده سبب ان انا يعني بتكلم في الموضوع ده معاك النهارده، اللي هو فكره في ناس مقتنعه تماما انه انا معايا 800,000 جنيه ممكن اشتري بيهم صني، وممكن اشتري بيهم مثلا باسات او اوكتافيا. مم. بس انا خايف اروح اشتري بيهم باسات او اوكتافيا عشان خايف البس في العربيه المستعمله. فالفكره دلوقتي وخليني اقول نقطه مهمه جدا عشان انا عارف ان الكلام ده هيتقال، لا انا ولا انت شغالين في المستعمل، فاحنا مالناش مصلحه في ان احنا ندعو الناس نشتريه. الزيرو مفيش حاجه تقول عليه لو العربيه كويسه. يعني لو توفر في العربيه الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها في الزيرو اشتري زيرو طبعا. ولكن احنا بنتكلم على الناس اللي معاها بادجت معينه قدامها عربيات سيئه زيرو وعربيات تاني احسن، الماني او ياباني او امريكي حقيقي يعني، مش امريكي اللي هو لابس عباية الامريكان خلاص. وتبتدي تقرر هتشتري ده ولا تشتري ده. فهو الفكره كلها الناس خايفه بقى. احنا بنحاول نلاقي وسيله دلوقتي نعرف بيها الناس تعمل ايه عشان ما تتنازلش وتشتري عربيه زيرو تعبانه، او ان انت تروح تشتري عربيه مستعمله وتضحك عليك. ما هو المشكله انه يعني سعر 800,000 ده سعر ظريف دلوقتي في الفئه المتوسطه، خصوصا بعد ما الاسعار اللي ريحت شويه. فلو هقارن بقى صني الجميله بتاعتنا اللي هي لو واحد سند عليها وهو واقف بتطبق، دي هقارنها يعني تخيل بسعر باسات مثلا 2014 مثلا. دي زيرو ودي فات عليها 10 سنين. هو مش متخيل فرق الكواليتي والامان والرفاهية والثبات وكل حاجة في حتة تانية. هو مقتنع بقى انه الصني رخيصة. لا، الصني مش رخيصة. مش عايز افاجئك انه تيل الفرامل بتاع الصني هيبقى بتمن تيل الفرامل بتاع الباسات فعلا تقريبا. طب خليني بقى، ده هياخدني النقطة اللي كنت لسه اسألك فيها. هل فعلا القطع الغيار الالماني، سواء بقى بنتكلم قطع اصليه او افتر ماركت الماني، لان هو في افتر ماركت كتير براندات الماني برضه، ده حقيقي. هل فعلا عمرها يعني زي مثلا انا هشتري الفرامل بتاعت الصني بكام سعرها لو عندك المعلومه؟ مش عندي سعر بالظبط اكزاكتلي، بس هو في رينج يعني تيل الفرامل المتوسط النهارده من 800 ل 1000 جنيه. تمام. انا قدامي تيل الفرامل بتاع الصني ب 1000 جنيه، وقدامي تيل فرامل وات ايفر عربيه الماني ايه ب 2500 جنيه.
هل فعلا المتداول انه لا الالماني عمره هيعيش اكتر من التيل ابو 1000 جنيه ده، فانت هتعوض ده في ده؟ ده حقيقي. والفرق ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي يعني كبير مش قوي. خرافه يعني. مش خرافه لسببين: ديزاين العربيه الالماني اصلا و... و... والكواليتي بتاعتها. طب سيبنا من الكواليتي، خلينا نتكلم في حته الديزاين، في حته سيمبل للغايه. الطنبوره والتيل الالماني حجمهم اكبر من الطنبوره والتيل الكوري او الياباني. طب ده بيعمل فينا ايه؟ العربيه بتحقق لي مسافه التوقف وزمن التوقف اللي انا عايزه من دوسه اقل، فاللايف تايم بتاعه اطول. يعني احنا في عربياتنا تقريبا بنغير تيل كل مينيمم سنه ونوصل لسنتين. يعني في عربيات بتغير تيل كل سنتين اللي هو أنا في بيمشي مرة غيرت 40,000 كيلو. التيل، انا غيرت التيل في مره فعلا قعد كده، مش عشان التيل، عشان الطنبوره ريجت فاضطريت اغير التيل معاها. عشان زهقت. يعني فاهم، التيل قاعد لحد ما انا زهقت، انا هغيرك بقى انت بالك كتير. لكن في العربيات التانية بتلاقي العربيات الكوري والياباني طنبوره صغيره والتيل صغير، فعشان يديلك الاداء الفرامل اللي انت عايزه، اللي هي التانية بتديهولك بنسبه 10-20% من دوسه الفرامل، بتاخده في العربيه دي من 40-50% من دوسه الفرامل. الفرق ده بيخلي التيل والطنبوره يخلصوا اسرع. فلو انا هغير تيل وطنبوره ب 2000 جنيه في العربيه النيسان، هغيرهم ب 4000 جنيه. شوف انا ضربت لك الرقم في 2 في العربيه الباسات مثلا، بس هنا هغيره مره في السنه، هنا هغيره مره في السنه كل سنتين. طب النتيجه واحده كفلوس، صح؟ بس لا مش واحده، لانه انا لما اروح كفلوس. اغير 3-4 مرات هدفع صنعه. مصنعيه 3-4 مرات. انا بكلم في القطعه بقى. طب ده في مفاجاه تانية: العربية التانية دي انا لو دوست 50% من دوست الفرامل بتاعتها هتقف في نص مسافة اللي التانية هتقف فيها لما ادوس 100%. يبقى انا اشتريت اماني، اشتريت راحتي، اشتريت ده. حتى هقول لك على معلومة مفاجأة: العربية نفسها، العربيات دي لما بتدوس فرامل العربية بتكفي لقدام. يعني تلاقي العربية وشها قدام بينزل لتحت وانت بتروح لقدام، وعارف اللي هو انا بفرمل يا جماعة، امسكوا نفسكم. في العربيات التانية مفيش الكلام ده. العربيات اللي متصممة صح مفيش الكلام ده. العربية بتقف بالاربع عجلات، بتنزل هي نفسها كلها لتحت، مش بتكفيك لقدام. ده فرق بسيط في الديزاين بتاع العربيات دي. فانا مش بتعب، وده اللي هيرجعني لحته انا بسافر مشوار 200-300 كيلو بالعربيه الفلانيه، بنزل مكسر وتعبان، بنزل بركبه بعربيه تانية كاني عادي كنت قاعد في البيت على الكنبه. طب احنا بنتكلم دلوقتي على الكلام ده في عربيه زي الصاني اللي هي يعني من نص مصر راكباها، او من ساعه ما اتولدت وهي موجوده اصلا خلاص. ومقارنه بقى بالعربيات اللي هي لسه نازله جديد. وانا عندي بص، انا عندي مشكله كبيره جدا في التعامل مع العربيات الصيني، مش في فكره انها صيني ولا مش صيني وسابقه زمانها وبلع السوق والكلام ده كله. في معلومات كتير جدا 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 بتتقال على العربيات الصيني غلط، لمجرد انها تداولت على لسان واحد او اتنين او تلاتة او بتتقال في صفحات او الناس من ضمن الحاجات المخلوطه او اللي فهمها غلط انه الصين كانت اوروبا في الكهرباء. خلاص لما تيجي تدور على مصادر للكلام ده، تلاقي ان العربيات الكهرباء اللي منتشره في اوروبا منتشره في دول اوروبا الشرقيه اللي هي دول فقيره اصلا، ومش منتشره بالقدر اللي الناس متخيله. والاوروبيين لحد دلوقتي مش متقبلين فكره العربيه الكهرباء ان هي تبقى دي العربيه بتاعتي. هم لسه هم لسه متمسكين بالعربيات البنزين. والشركات اللي كانت بتتحول تماما للكهرباء زي مرسيدس وبي ام وفورد حتى قرروا ان هم هيتخلوا عن التحول ده ويأجلوه، بيضغطوا على الاتحاد الاوروبي لا اجلوا لنا، احنا مش هنتحول في 2030، احنا محتاجين وقت اكبر. والمواتير اللي كانوا وقفوها زي الفي 8 عشان الانبعاثات قرروا ان هم يعيدوا التكنولوجي بتاعتها ويصلحوا فيها ويظبطوها بحيث تتوافق مع الانبعاثات ونكمل بيها. ده حقيقي. فانت بتتكلم على انه معلومات كتير جدا مخلوطه بتتقال على العربيات الصيني، وانه مكتسح وانه جاي. فانا بقول لهم طب استنوا لما يجي، يعني مش لازم اركب دلوقتي، لما يجي ابقى اركب. الحاجه التانية انه في قابليه غير طبيعيه على فكره ان انا اركب عربيه لسه نازله محدش عارف عنها حاجه. هي عربيه جايه من الصين بشوكها، البراند لسه جديد كله على بعضه لسه جديد، العربيه ما تجربتش، بس امكانيات وشويه دعايه واوبشنز وبتاع. طيب انا بقول للناس وانت قول لي صح ولا تفكيري صح ولا غلط، عشان هم بيحسوني اوقات ان انا طائر الرخ.
العربيه اللي ملهاش اختبارات يورو انكاب انا ما اقدرش اقول عليها عربيه امان. ده اكيد. اختبارات ميكي ماوس اللي هم بيعملوها جايبين لي عربيه بتعوم في المايه، مم. عربيه سيدان سوري اس يو في عاديه جدا ما فيهاش اي اضافات. خلاص انا والله العظيم ما اعرف هي كانت ماشيه ازاي، بيسحبوها بحبل ولا ايه. نزلت البحر وقعدت تعوم وتلف وطالعه وهي طالعه باربع عجلات. طب مين اللي بيمشيكي؟ الشكمان مثلا قائد اندفاع الدخان. فهم بيعملوا اختبارات مضحكه جدا وملهاش اي معايير ولا ليها نتائج. يعني الاختبارات الاي اتش اس او اليورو انكاب بيطلع لك تشيك ليست للاختبار، الاصابه العنقيه كانت كذا والظهر كذا، دول ما فيش الكلام ده. هو بيجيب لك البص العربيه ما اتطبقتش، ده كده جميل زي الفل. وتيجي بقى في الواقع لا، العربيه دي بقت عامله زي علبه السردين لما حصل لها حادثه. فالناس بقت عندها اقبال شديد على عربيات مجهوله لمجرد زي ما انت قلت السعر، او ان العربيه دي بتقدم اوبشنز كتير وانا اغراني الموضوع. في المقابل انت بتفكر في امان. لا، الناس تقول لك ايه ما هو اصل انت لو مكتوب لك تموت هتموت. ماشي، امشي بدون عربيه بدون فرامل، ولما مكتوب لك تعيش هتعيش. بالظبط. مش هو الموضوع قدر؟ مفيش اخذ بالاسباب في الموضوع. طب خلاص ارمي نفسك في البحر وانت ما بتعرفش تعوم وان شاء الله هتعيش. فهو دي المشكله الكبيره، انه انت بتجري ورا حاجه وما بتاخدش بقى بكل اللي احنا قعدنا نرصه ده. نفسه اعتقد يتفق مع فكره ان انا اشتري عربيه زيرو. لازم العوامل دي كلها تنطبق عليه برضه، والا يبقى انا برمي فلوسي في الارض. ما هو ده يعتمد على هو نفسه غالي عنده قد ايه. يعني هو بالنسبه له اللي بيشتري عربيه صيني، هو انا بالنسبه لي الرفاهيه اهم من روحي، اهم من اسرتي. يعني حتى الواحد لما بيجي يشتري عربيه بندور على 8 ايرباج مثلا. طب ليه بدور على 8 ايرباج؟ ما هو انا مش قاعد لوحدي. يعني انا اجيب ايرباج طاره تمام اوكي، انت بقى عايش لوحدك؟ انت عندك توحد. عايش لوحدك ليه يعني؟ دور على السيفتي بتاعت اهل بيتك. يعني اسرتك دي مش هتفرق لك لما لا قدر الله يحصل حادثه وتروح. لا، هو بندور على الكماليه والرفاهيه للاسف، ما بندورش على الامان والثبات. وعلى ذكر الموضوع، انا عايز اقول لك مش كل الالماني فيه اوبشن حلو، ومش كل الالماني ثابت، ومش كل الالماني فيه القصه. عشان بس برضو الناس ما تروحش اصل انت بقى بتاع الماني فعايزنا نروح الماني. انا ما عنديش مشكله. يعني انا هقول لك، انا في عربيه في البيت عندنا سوبارو تمام اهو. انا راجل شغال في الالماني ومش راكب الماني، راكب سوبارو عادي خالص. عربيه محترمه وثابته وامان وكل حاجه. بس برضو لما رحت جبتها ما جبتهاش اول فئه، لا رجعت بالموديل. يعني انا مثلا معايا موديل، اجيب موديل السنه، بس اجيب موديل السنه اول فئه، لا هاتها مستعمله اعلى فئه. دي قاعده او دي توجه عندي او فكري كده. دايما بدور ان انا اللي هيركب عربيه في بيتي او اللي هيركب او العربيه اللي انا هجيبها عامه تكون عربيته اعلى فئه بغض النظر عن الموديل، وطبعا تكون حالتها كويسه. طب ليه انا بدور على اعلى فئه؟ عشان امانه وامان اللي راكب معاه. بص برضو مش عايز اظلم الناس. في اوقات كتير جدا الناس بتختار بناء على البادجت، وده اللي يعني برضو خلينا نفتح الموضوع ان هو البادجت بتاعتك نحترم ان هي مش كبيره، بس حاول تجيب عربيه مستعمله لو حالتها كويسه، وحط تحت لو حالتها كويسه 1000 خط، وعرفت ازاي تختار وعرفت ازاي تكشف عشان ما تتورطش ويبقى انت خسرت فلوسك برضو. عن ان انت تجيب عربيه. انا على فكره في ناس بتقول لي انا عايز عربيه اشتغل عليها، بقول هات نيسان صني عشان قطع غيار متوفره، مش هتغلب في اصلاحها، وواسعه لو انت بتشتغل اوبر وكريم والكلام ده هتبقى مفيده بالنسبه لك. بس ده بناء على احتياجاتك. في ناس بتسالني على البي واي دي الاف 3 نفس القصه، بقول دي عربيه شغل، عربيه شغل بس 5 سنين وهتقلبها وتشتري واحده تاني. ما بتنفعش. فهي يعني الناس محكومه في موضوع البادجت، بس برضو لازم يبقى الموضوع اشمل من كده، يبقى انت نظرتك اوسع من كده شويه. ما هو احنا مشكلتنا عندنا في مصر هنا مفيش معايير ثابته للامان. مفيش عندك مينيمم لستاندرد. مثلا اصل العربيه مينيمم يكون فيها 2 ايرباج الاثنين اللي قدام دول للاسف والاي بي اس مثلا والكلام ده. ولا عايز اقول لك هو الدول العربيه كلها مش مصر بس للاسف، بس يعني في دول في الخليج شويه عندهم معايير. الخليجي بتجيلنا فيها 2 ايرباج مينيمم ما احنا عندنا بيبقى في اوقات مفيش خالص بقى. مفيش خالص. لا، ما هي دي مشكله المصري. ما احنا بنقول انه في مصر يعني الخليجي بتيجي 2 مينيمم 2 ايرباج. وبقى الخليجي يضيفوا عليهم بقى الخلايجه طبعا لازم الفتحه والجنط. تمام. يعني تلاقي عوامل فيها الابهار برضه، عوامل الابهار مع عوامل الامان، بس مينيمم عوامل امان. يعني هم ما بيديهالكش فاضيه، بس يديهالك مينيمم عوامل امان مع شويه الابهار. فتلاقي العربيه الخليجي فيها كومباينيشن غريبه كده، فتحه سقف وجنط ومش عارف ايه و2 ايرباج. في اوروبا بقى تلاقي ولا في فتحه سقف
ولا في ممكن تلاقي عربيه تصاد ب8 ايرباك. طب ايه ده ازاي؟ هو عنده الامان رقم واحد يليه اي شيء تاني. وبيجي لنا عربيات كده اللي هي بتنزل مبادرات وبتنزل ايا كان تحت مسمى ايه من اوروبا، بيبقى العربيه انت شايفها من بره تقول عليها فئه اولى، تخش جوه تلاقي العربيه نظام الثبات بتاعها ESP، في حين ان هي بتنزل في مصر من غير اصلا ايه، بتنزل ABS عادي خالص، اللي هو اقل حاجه. ABS ده على فكره ده بيزك، ده اقل تجهيز امان فرامل موجود. الناس بتنبهر ايه ده هو عربيه فيها المفروض ان هو ABS. مبقاش اوبشن، يعني يبقى موجود ولا مش موجود؟ ESP دي بقى ده انت كده بالنسبه له جاي من الفضاء بقى. يعني التراكشن سيستم ده مختلف، يعني دي حاجه مهمه جدا في العربيات، خصوصا السرعات اللي بقينا نوصل لها. العربيات كلها بقت تربو، العربيات بتتسارع، بتحقق سرعه عاليه في وقت قليل، كل الجديد كده. فانت السرعه العاليه في الوقت القليل محتاجه ثبات وفرامل قويه تلحق الكلام ده. لو حصل موقف هتلحقه ازاي؟ الABS بيخليك توجهها مع دوسة الفرامل، عشان هي مش لاحقه تقف في المسافه اللي انت عايزها، فوجهها غير اتجاهها. تمام. لكن ESP بقى والبريك اسيست والبريك بوستر والحاجات، شويه الاوبشنز الظريفه اللي بنسمع عنها في الكتالوج دي، ايه لازمتها؟ دي بتفرق معاك جدا. في منزل كوبري دوست فرامل ما جابتكش العربيه، شايفه ان انت دايس دوسه معينه بكام في الميه، ما حققتش العربيه، ما وقفتش، او الديسلريشن او التباطؤ ما حصلش. هو يعني عايز اقول لك انا في شويه اسئله كتير جدا جدا في الميكانيكا، بس دي عايزه حلقه تاني اكيد تبقى تيجي نقعد نتكلم فيها، لان الموضوع واسع قوي. وانا يعني عشان كده قلت لك انا مختلف معاك شويه في فكره انه الناس ما تبقاش عندها فكره عن الميكانيكا، في ان انا بحاول اعالج ده، يعني على قد ما اقدر بحاول اقول معلومه الناس تستفيد بيها، سواء عنده عربيه او ناوي يشتري عربيه. خليني بقى اخش في حته غامقه شويه. اسئله ممكن تكون حساسه شويه. بره، على الاقل المعلومه اللي عندي في امريكا ان مراكز الصيانه بتشتغل بالساعه. يعني انت العربيه بتخش لك، العربيه دي محتاجه شغل ساعتين، الساعه ب $300، حسابك $600. عندنا في مصر الموضوع ملوش معايير، والمشكله ان انت دايما معتمد في القصه دي. وعلى فكره مش مصر بس، حتى الدول العربيه مفيش معايير للقصه. انا هاخد في دي كذا، انت بتقول سعر وغيرك بيقول سعر، واللي شاطر بيقول سعر واللي ما فهمش حاجه خالص بيقول سعر. انا بقى كعميل او صاحب عربيه احدد او اقيم الراجل ده طلب رقم مظبوط ولا هو مبالغ فيه ولا انا بيضحك عليا ازاي؟ صعبه شويه قوي، يعني صعبه شويتين. يعني معلومة الساعة بره دي صح، بس هم بيبقوا حاطين برضو جدول كده بيشرح لك الايتم دي بتاخد وقت قد ايه. يعني هو مش مجرد، هو فعلا حسابهم بالساعة، ولكن بيقول لك تغيير تيل الفرامل اولموست ساعة. مش عارف صيانة يعني هو محدد جدول للحاجات، يعني عامل جدول. لا هو مش بيسيبها ساعة. ما هو انا بقى هدي لك ساعتين وفي النص هشرب قهوة ومش عارف هروح اعمل ايه، وعلى حساب العميل بقى. فلا برضه هو بيبقى محدد انه الايتمز دي بتاخد الرينج ده. اصلا انا كنت عندك يعني موقف حصل قدامي، وانت طلبت مثلا مبلغ في خدمة معينة واتقال لك كتير. لا طيب ده, ما هو كتير أنا بتحصل. ما انا عايز اعرف هو كتير دي حددها يعني بناء على مقدرته ولا بناء على انه عملها بره ارخص؟ يعني احنا انا عارف ان السؤال ملوش ماسكه ملوش ماسكه فعلا بالظبط. وانا مش يعني ما عنديش حاجه اقدر اقولها للناس اكتر من ان هو اذا هو طلب فلوس وكان بيعمل حاجه صح يبقى هو يستاهلها بالظبط. لو انا لقيت انت طلبت قرش وفي حد بيعملها بنص بره وعمل نفس الخدمه يبقى خلاص، يبقى انت راجل غالي. ما هي الفكره انه بره ما بيعملوش نفس الخدمه بقى، هي دي بقى اللي بيضايقك في الحته دي. انت بتطلب رقم وبتعمل خدمه 5 ستار زي ما بيقولوا، تلاقي واحد بره بيفك ويركب، يعني اللي هو ايه، اصل احنا كل شغلنا فك وتركيب. انت عملت ايه؟ بنسمع الكلمه بتاعت انت عملت ايه، انت فكيت دي وركبتها. طب ما فكيتهاش وركبتها انت ليه؟ يعني طالما انت عارف ان دي فكيتها وركبتها. هو في حاجه اهم من الفك والتركيب اللي هو تحديد العطل، ده اصعب وأهم. يعني انا بتكلم على السيمبل اللي هو بغير تيل فرامل، بغير زيت، بغير فلتر. فيقول لك انت فتحت دي حطيتها وعملتها. طب انا فتحت دي حطيتها وعملتها، انت عارف انا عملتها ازاي؟ طب انت عارف انا بصيت على ايه وانا بعملها عشان اقول لك هي احنا كده تمام او لا، ده احنا كنا محتاجين نعمل حاجه تانية. طب تغيير تيل الفرامل ده لحد ده يعني في حد ذاته ده حاجه مش هينه.
بتجيلي عربيات مغيره تيل فرامل بره. يعني انا والله حصل معايا واحد مركب تيل فوق الطنبوره، نصه على الطنبوره ونصه في الهواء. انت متخيل الموضوع وصل لفين؟ هيقول لك لا ده هو ليه مكان بيركب فيه. طب انا اعمل ايه؟ هو انا ليه مكان بيركب مره فيه بس ما قعدوش في مكانه. مره ركبت التيل، وكان التيل اللي ورا وكان المفروض ياخد هوا، ما خدش، والعربيه ما كانتش بتمسك فرامل. دي حاجه يعني. لا سيبنا وانا بقى احنا بنتكلم على ابسط حاجات، يعني مش ابسط بنتكلم حاجات. على... طب بقى الناس كلها بره بتشيل يعني، او مش بره مصر قصدي، بره بره الفكره اللي بيفكر هندسيا او بيفكر عمليا او فاهم الدنيا بتشتغل ازاي، بيغير التيل مثلا من غير ما يحط شحم على الرانرز بتاعه الكاليبر. عشان خاطر هو فك انا غيرت تيل. هو ما عندوش الفكره ان هو ما عندوش النولج. احنا عندنا مشكله ان هو ما عندوش نولج الصيانه. هو مش فاهم ان انا الحته دي لازم احط فيها شحم. فهو الشحم لو جه بين التيل والطنبوره العربيه مش هتقف، دي مصيبه. لا، ما انا بحط الشحم على التيل والطنبوره، انا بحط شحم في الرانر اللي بيمشي عليه الكاليبر عشان العربيه تبقى خفيفه. يعني تخيل حتتين شحم لا يسووا 5 جنيه آه يخلي عربيه تستهلك بنزين كتير، ويخلي عربيه تقيله والعجل يسخن. كل ده بسبب حاجه بسيطه فني المفروض يعملها. حتتين شحم صغيرين. التيل النظيف لما بنشتريه، براند التيل النظيف لما بنشتريه بيجي معاه كيس شحم صغير كده، تمام، بيقول لك هتحط شحم في الحته دي والحته دي والحته دي. طب انت المعلومه الفنيه البسيطه دي كفيله توفر لك بنزين، كفيله تقلل لك حراره الفرامل. فحراره الفرامل لما تقل فانا باخد كفاءه فرامل احسن. صوت تقل عربيه، اشتكي من العربيه. في ناس بتشتكي من العربيه تقيله بشحم لها الرانرز بتاعت الكاليبرز، العربيه بتخف. انا ما عملتش حاجه، كان قافل، ما غيرت. كان العربيه تقيله. فطب انت حاجه زي دي ما بيعملوهاش بره. بتجيلي العربيات لسه مركب التيل جديد، يعني هو لسه مركبه امبارح، جالي النهارده بيعمل صيانه تانية ايه كانت هي ايه بالصدفه، ببص ده لسه راكب امبارح، ناشفين حجر. طب انت ليه بتروح كده؟ فدي بقى نيجي نقول بقى في التكلفه. انا بدي لك خدمه اغلى من الراجل اللي غير لك التيل ب50 جنيه ولا ب100 جنيه، انا هعمله ب200 و300 جنيه، بس انا بعمله صح، بعمله مظبوط. طب ده هيفرق في العمر. ما هو التيل والطنبوره لو مش لامسين او دايسين على طول على بعض، عمر التيل هيطول. انت عارف المشكله في الموضوع ده ايه؟ انه انا مش هعرف غير بالتجربه. يعني انا جيت لك قلت لي انا هغير التيل ب1000 جنيه مثلا، ورحت لواحد بره قال لي هغير ب500 جنيه، فانا حرامي. ده لحد ما تركب وتكتشف ان هو عمل لك مشكله. ما هو لو ركب والدنيا تمام خلاص، لا انت راجل غالي وانا مش هشتغل معاك. بس هو هيكتشف امتى؟ لما يركب ويكتشف ان في مشكله فيروح لك، يبقى دفع 1500 جنيه. ده اذا كان التيل اصلا لسه سليم خلاص، ما مش هيحتاج ان هو يغيره. فهي ما بقول لك، هو الموضوع مشكلته انه ملوش ماسكه. بس نقدر نقول كده ايه، ان انت دور على الحد اللي تلاقيه سمعته كويسه رقم واحد، وده مش دايما معيار قوي يعني، لانه في ناس واخده سمعه على الفاضي. ده حقيقي. والحاجه التانية اللي تلاقيه مش بيفتكس، هو بيتبع اسلوب علمي. وده يعني اللي خلاني استضيفك في الحلقه، ان انت راجل مش بتفتكس، يعني مش بتقعد ايه طب احنا نغير كذا ونشوف، نغير كذا ونشوف. فانت لبستني في مبلغ كبير جدا عشان توصل للمشكله فين. هي انا عارف، انا يعني عارف ان الاجابه بتاعت السؤال مش هتبقى واضحه قوي اكيد، بس حبيت برضه اشوف يعني ليها ماسكه ولا مالهاش. الحاجه اللي بقى اللي عايز اسالك بالنسبه للناس اللي بتشتري عربيات زيرو، امتى يعني انا عربيتي في الضمان 100,000 مثلا او سنتين، امتى افكر ان انا اسيب الضمان بتاعي؟ خلاص انا هوقف لحد كده، مش هكمل مع التوكيل. لانه انا تجربتي مع التوكيلات، انت بتروح مغير لك زيت ويملى لك ميه المساحات وانت تمام، وادفع مبلغ وقدره ومع السلامه. ولو عملتش كده يا حبيبي انت بره الضمان وانا ما اعرفكش. ولما تيجي بقى في الضمان عايز تغير قطعه، اصل احنا دي مش موجوده وهنبعت نجيبها، اقعد بقى استنى شهرين وثلاثه. او لا والله ده سوء استخدام. يعني انت حتى الضمان، مش بقول الناس سيبوا الضمان اكيد يعني، بس هو الضمان مش مستفيد بيه 100%. فامتى اقول والله العربيه دي، هو الضمان بالاساس عشان يقوم بالصناعه، يعني ان هو بيضمن لك العربيه دي ما فيهاش عيب صناعه لمده معينه. مظبوط. فامتى بقى اقدر اقول ايه انا خلاص انا كفايه عليا الضمان لحد كده وهكمل مع مركز صيانه محترم بره، او انه لا ده ما ينفعش وانا لازم اكمل المده كلها مع التوكيل؟ احنا بنسيب التوكيل في فتره الضمان خلص. دي اكيده بتحصل، المصريين كلهم بيعملوا كده. الحاجه التانية، لو انا عرفت اوصل لمركز كويس في عربيتي
بيعمل لها صيانه مظبوطه زي السيرفيس مانيوال ما بيقول. بالمناسبه كل العربيات اللي موجوده في العالم ليها سيرفيس مانيوال غير الاونرز مانيوال. يعني في حاجه اسمها اونرز مانيوال اللي هو ده المانيوال بتاع الاستخدام، اللي هو انا هركب العربيه هدوس على الزرار الفلاني هتشغل لي كذا. لكن في حاجه اسمها سيرفيس مانيوال، ده مش ليك، ده للورك شوب او للفني او للمهندس اللي بيشتغل. ده بيقول لك بقى المسمار ده بيتربط بعزم كام، ده بيقول لك هنا المفروض تفك دي الاول قبل دي، دي بتتعمل بالطريقه الفلانيه. لو انا المكان اللي انا شغال فيه مش شغال بالسيرفيس مانيوال، فانا اضمن لك ان انت فقدت كتير قوي 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 من جوده الصيانه، وفقدت كتير قوي من كواليتي الصيانه او يعني الجوده هي الكواليتي، بس انا قصدي بان انت تتلاشى او تتفادى اعطال مستقبليه هتحصل. كان ممكن توصل لها النهارده من ان السيرفيس مانيوال قال لك ان دي خلاص بتبوظ او دي اخرها هنا، واعرف انها باظت. او ميعاد الصيانه بتاع القطعه دي كل 20,000 او كل 30,000. سيبنا بس من البوستات بتاعت الانترنت، البوجيهات كل 20 والفلتر كل 10 والكلام اللي بيتحط الظريف ده. الحاجات دي المصانع حطتها كجايد لاين مش كاساس، لان الموضوع يفرق من بلد للتانية، من استخدام للتاني، من منطقه لمنطقه بطريقه فظيعه. يعني حتى زيت الموتور بره ما بي او الويب سايتس بتاعت براندات الزيوت، هتلاقي عمر ما في ويب سايت كاتب لك غير الزيت في الكيلومتر ال 10,000 وال 5,000 في مصر. دي بدعه جميله يعني، موضوع زيت 10 وزيت 5 ده. المفروض الزيت الزيت ده عايز حلقه لوحده يتناسب مع حاله الموتور، والمصنع قال ايه، زائد حراره البلد اللي فيها، زائد استخدامي للعربيه. يعني وفي حاجه اسمها نورمال كونديشن وسيفير كونديشن، قصه كده شويه، انزله بدري ولا انزله متاخر وانا عملت ايه. فدي نقط لازم نخلي بالنا منها كويس قوي. فالتوكيل، لا انا التوكيل المفروض ان انا اتعامل معاه لاكتر وقت ممكن طول ما انا شايف النتيجه كويسه، وبحافظ على العربيه، لانه فعلا في عيوب صناعه بتحصل، مثلا كباس تكييف، مش عارف حاجه في الموتور حصلت، صوت ايا كان، حاجه في الفتيس كده. لا احافظ على الضمان، لانه ما اديلوش فرصه ان هو يقول لي لا انت عملت دي بره فضمانك راح. لا انا احافظ على الضمان بقدر الامكان. اتوقع الناس كلها كانت مستنيه منك اجابه العكس. لا ما هو العكس دي لو انا طالع عايز اسوق، انا ولا بسوق ولا بشتغل، احنا طالعين نتكلم في الصح والمفيد. حتى احنا ولا عملنا ماركه ولا قلنا اسم المكان ولا قلنا اي حاجه، احنا ولا هنقول اسم المكان ولا هنقول انا مين ولا اي حاجه، احنا سايبين الموضوع للافاده مش للدعايه. ف لا روح توكيل. انا اقول لك حاجه، انا شخصيا العربيه السوبر، انا بقول لك امبارح كنت في التوكيل ليه، كنت بودي السوبارو التوكيل عشان لسه في الضمان يعني. لا عملوا اكستنشن للضمان. التوكيل نازل اوفر ان عمل اكستنشن للضمان، دخلت العربيه للضمان ودفعت رقم لا باس به، رقم كبير جدا مش قليل، في حين ان هو يدخلها لي ضمان تاني. طب انا دخلتها ضمان ليه؟ وعربيه ماشيه 100,000 كيلو على فكره، مش ماشيه 10. فدخلتها ضمان عشان استفاد بان لو حصل حاجه في الحاجات في الدرايف ترين او في الموتور الفتيس الحاجات الاساسيه هغيرها ضمان واصليه، لان الافتر ماركت بره خارب الدنيا. ما بيبقاش كويس في القطع في العربيات كمان خصوصا اللي مش حديثه. فلا الضمان مهم، بس نقطه صغيره، الضمان يعتمد على مهندس الصيانه او مهندس الاستقبال، هما 2 مهندسين. يعني اي توكيل بيتكون من 2 مهندسين رئيسيين، مهندس استقبال ومهندس ورشه. مهندس استقبال يكشف ويشخص كويس او يعرف يوصل الشكوى العميل لمهندس الورشه، لان العميل ما بيقابلش مهندس الورشه. فلو المهندس ده شاطر وعرف يوصل الشكوى صح، مهندس الورشه شاطر حلها صح، التوكيل احسن مكان ممكن تصين فيه عربيتك حتى لو الضمان انتهى. في حاجه انا اتكلمت معاك فيها قبل كده واحنا مختلفين فيها شويه برضه، وهي اضافات البنزين. انا مش هقول لك هي مفيده ولا مش مفيده، لان احنا الاثنين متفقين انها مفيده، بس خلينا نتفق او نقول هي مفيده امتى. هل هي مفيده للعربيه الموتور هتعب، ولا مفيده للعربيات الزيرو، ولا مفيده للعربيات اللي عمرها متوسط يعني لا هي تعبانه ولا هي زيرو؟ بنسبة 90% مفيدة لكل العربيات. واحنا هنتكلم عن اضافات البنزين لان في اضافات لكل حاجة. لا فانا هنخلينا محددين اضافات البنزين هي مفيدة لكل العربيات، لانه في حتة انت عمرك ما هتوصل لها بالنظافة الفيزيكال اللي هي ان انا هفك القطعة دي وانضفها. وانا مش بتكلم على فكرة اضافات التنظيف، بتكلم على اضافات رفع الكفاءة.
رفع الكفاءة. اه طيب رفع الكفاءة دي ولو هنتكلم عن التنظيف، معلش انا اسف، لو هنتكلم عن التنظيف مثلا اللي منتشره جدا في كل البنزينات، احط لك يا باشا منظف بخاخات. مم. انا يعني ضد الموضوع. وانت قول لي رايك. هي مفيدة بس مش كل مرة، يعني مش كل مرة احط بنزين احط اضافة، ولا حتى كل مرتين 3. الحاجات دي مثلا نعملها كل 10-20 الف كيلو، بتفرق ولكن بنسبة وعلى حسب حالة العربية. يعني ده عشان كده سالتك على الحاله في الاول. ما هو حالة العربية ان هي ما اتنضفتش من امتى، مش حالة العربية ان الموتور بايظ. يعني في ناس بتمشي بالعربية 100 الف كيلو مثلا ولا حاجة ما حطش فيها حاجة، لو اول اضافة يحطها يحس بفرق. طيب ايه رايك في التنظيف الكربوني؟ ما بعترفش بيه. لا اعترف بيه الصراحة، لانه انت يعني بتنظف الحتة اللي قدامك. طب ايه رايك في الناس اللي بتلغي علبه البيئه؟ علبة البيئة مهمة في ضبط الموتور، من ناحية الكواليتي او الكفاءة بتاعته. هو في ناس معتبره ان علبه البيئه كل اللي بتعمله ان هي بتقلل انبعاثات الكربون، فاحنا في مصر تولع البيئه. تولع البيئة. انا عارف الموضوع ده. لا هي علبة البيئة بتفرق جدا، واللي بيفهم لو شال علبة البيئة ولغاها او فتحها العربية ما بتبقاش مظبوطة. يعني عن تجربه استهلاك البنزين بيزيد ابسط حاجه. ده اقل حاجة. لكن استهلاك وفرق عزم وفرق فروقات كتيرة قوي ومشاكل واعطال بتظهر. طيب في فيديو شفته كده لناس عندهم مركز، عندهم جهاز لطيف كده بيركب على الكهرباء بتاعة العربية، بيرفع كفاءة العربية على كلامهم بشكل كبير جدا. عندك فكرة عن الموضوع ده؟ اللي هي الخلايا لا مش خلايا، هو جهاز كده هيدروجينية يعني. ومش عارف لا مش جهاز بيشتغل على الكهرباء بس، على مش الكهرباء. مش واصل بالبنزين بس. اوكي ماشي، عرفت انا الموضوع ده. الموضوع ده هو بيضحك عليك انت والعربية مع بعض. يعني هو عايز، عارف اللي هو ايه، هو ضحك على العربية في انه بعت لها قرايات غلط في وقت غلط. ده طريقة شغل، فسحبها بقى زايد، بس هي في الاخر مش المفروض تبقى كده. هو من الاخر كده هبسطها للناس. انت دايس 10% على دواسة البنزين، الجهاز بياخد ال 10% يبعتها للكنترول 15 او 20، فانت يتهيأ لك ان العربية من دوسة اقل بتجري. لا هي العربية مش من دوسة اقل بتجري ولا حاجة. هو الموضوع هو ما فيه ان هو ضحك عليك يعني يريحك. طيب المراكز اللي بقت صناع محتوى بقوا بينافسونا دلوقتي في المحتوى اللي بيقدموه، بغض النظر هنستبعد المراكز اللي انا شخصيا عارف كويس جدا ان هو بيوري لك صوره ان هو هيستقبلك احسن استقبال واحسن سيرفيس، وانا بنفسي اللي هبص على عربيتك وانت تروح تلاقيه مش موجود اصلا، والناس اللي شغاله معاه هي اللي شغاله وما بتاخدش اي حاجه من اللي هو قاله ده. بشكل عام انت شايف المحتوى اللي بيقدموه مفيد، ولا هو فكره ان هو ايه، هو كل واحد بيبقى بيقدم ان انا جبت التايهه، ما فيش حد كان يعرف اللي انا جبته ده، في حين ان انا عارف ان نسبه كبيره منهم هو بيعرض الحاجات اللي عارف يوصل لها، لكن في حاجات تاني كتير جدا عدت عليه ولا عارف يعمل فيها حاجه. فبشكل عام مش بشكل خاص، يعني انت شايف المحتوى ده مفيد للناس ولا هو مجرد دعايه بحته؟ انا شايفه 80% دعايه. 80% دعايه. 80% دعايه، لانه انا لو طالع اتكلم عن فكره الافاده للناس، هنحاول نبعد عن فكره ان انا عندي وان انا في مركزي وانا اسمي واللوجو بتاعي ونطلع ونحطه. مش هعملها بطريقه ماركتنج. طيب في حاجه اتكلمت فيها وده هيبقى يعني اخر سؤال اساله لك، ولما اتكلمت فيها الناس قالوا لي خلي بالك عشان ممكن يتقدم فيك محاضر بسبب كلام في الموضوع ده. ايه رايك في موضوع زيت الطيارات الاسود ده؟ ليه كده؟ هي يعني انا مش بتكلم على براند، ماليش دعوه بالبراند خالص. هي فكره الاضافه على الزيت عامه هي ناجحه تمام كاضافه زيت. كل البراندات عندها نفس الاضافه، احنا بس عملنا يعني بروباجندا زياده شويه، وده برضو اسلوب من اساليب الماركتنج. هو عايز يسوق منتجه وشاف ان الطريقه دي هي اللي ناجحه، مع التحفظ على انه الزيت ده ليه اختبارات بره من ناس individuals، مش يعني ناس خاصة، مش ناس مشهورة او مراكز او هيئات عامة، بأجهزة الفريكشن العادية اللي الناس كلها بتختبر بيها الزيت، واختبروه واكتشفوا ان هو مش للدرجة. مسمى زيت الطيارات ده ليه اي علاقة؟ هو مش زيت طيارات ولا حاجة، هو ده اعلان، ده مسمى، ده مش زيت طيارات فعلا. هو في حاجة اسمها زيت طيارات اسود؟ يعني هو مش زيت طيارات ولا حاجة، هو عليه مادة بتخليه اسود.
المادة دي بتقلل الاحتكاك، ولكن هي مش يعني عارف اللي هو انا رفعت كفاءة الزيت العادي اللي بنحطه بنسبة 10 ل 20% ماكسيموم. في اضافات تانية بتودي الزيت بترفعه بنسبة 60 و80%. فلا هو فعلا في احسن منه بكتير، وفي حاجات اقوى منه بكتير. من الزيوت ديت ماركات مشهورة قوي 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 وتقيلة في العالم، بتعمل زيوت جودتها لا تضاهي اضافة زيت مش مشهور. مش هقول اكتر من كده، زيت مش مشهور ومش معروف بيعمل اضافة معينة. الزيت ده لما بنحط الاضافة دي هي بتودي الزيت في حتة تانية خالص احسن من الماركات المشهورة. بس احنا طول عمرنا بنخاف من المجهول، فلازم للاسف لازم تجرب عشان تعرف ان دي كويسة او لا. بس يعني هو مسمى في مسمى مش اكتر. واللون ده ملوش اي لا اي وفي فايده زيوت محدده طب يعني. هقول لك في زيوت سوداء وفي زيوت خضراء وفي زيوت زرقاء وفي زيوت حمراء، وكلها زيوت. على فكرة هو الزيت طول عمره لونه اللون الاصفر اللي احنا بنعرفه. دي صبغات بتتحط عشان خاطر نفرق زيت عن زيت، او للانديكيشن التسريب. يعني المية ليه المية حمراء، ليه المية خضراء، ليه المية زرقاء؟ عشان لما تسرب اشوف الزرقان او اشوف الحتة اعرف الليك من هنا. لكن مش عشان خاطر لون المية ده حلو يعني. انا سعدت بيك قوي يا باشمهندس، وارجو ان احنا نكون قدمنا معلومه للناس تفيدهم في قصه المستعمل خاصه وبشكل عام بالنسبه للعربيات. واكيد هيبقى لينا ان شاء الله لقاء تاني هنتكلم فيه بقى شويه اكتر عن الميكانيكا، لانه الاسئله فيها لا تنتهي، وفي اسئله كتير انا عارف ان الناس بتدور في بالها وعايزين ياخدوا منها معلومه صح، فان شاء الله نقدر نقدمها لهم. انا اسعد، الله يخليك، تسلم والله. اتشرفت بيك جدا النهارده، واتمنى نعرف نضيف للناس اكتر في المرات اللي جايه في حته فروقات الانظمه بتاعه الامان، انه مغلوطه قوي في مصر والناس فاهمها غلط. ان شاء الله. بكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه دي، ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.